للناس المهتمين بحالة أختنا فاطمة شاهدوا المقطع، ودي واحدة من الخطوات أخذناها. هنبصركم خطوة بخطوة أي صغيرة كبيرة أخذناها في حق الأخت فاطمة. إن شاء الله هنخطكم في الصورة. وشكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في علاج أختنا فاطمة صالح. سبحان الله ما قصرتم، كتر خيركم والله. قروشي وصل دايما ما شاء الله. الله يفتح عليكم. كتر خيركم والله ما قصرتوا والله. جبتوا لي النيمة. شكرا لكم والله يفتح لكم ويديكم اللي في نيتكم ان شاء الله. باقي زيت وعندك سكر وعندك لبن والروس ودقيق ودي اللحمة عشان يصير شرموط ليالي وده ايشي عشان ناكل ما يعني ما شاء الله ما قصرتوا. الحمد لله الليلة نحن التقينا بدكتورنا الجليل المقداد، وهو من ضمن الناس اللي أجروا العملية الأولى للأخت فاطمة. فدي واحدة والله من السعادة، يعني بالصدفة التقينا به في مستشفى الأبرار. فعندما وجدنا المقداد فاطمة طوالي قالت لي يا أخي ده الدكتور اللي كان أجرى عليه العملية الأولى. ودي واحدة من السعادة، وإن شاء الله نقول لكم تفاصيل العملية والتقرير العام إن شاء الله في الجزء الثالث من لغانا مع الدكتور المقداد. وإن شاء الله موفقين، ودعواتكم بأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا في إجراء العملية للأخت فاطمة. وإن شاء الله نشكر كل الناس اللي ساهمت. نقول لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا حبا تقديرا. برضو من هذا المنطلق حاولنا أن نراعي لظروف الوالد اللي هو برضو على حسب الوضع العايشه. حاولنا بأنه نشتري له جلابيتين ومعاه وإمة على أساس أنه يقدر يمشي بهم الجامع. بجد والله بمساهمتكم صنعتوا الفارق يا أخي. شكرا جزيلا يا أخي. كيف يا أخي؟